صباح الخير على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. أنا جايلكم النهاردة بفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين، خلاص هلت روايح العيد. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. قبل ما نقول أي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللي ما عملتش الكحك هيبقى ده من حظها ومن بختها يا سعادة. شوفي بقى طريقتي في عمايل الكحك بمقادير مظبوطة 100% وناجح بطريقة سهلة وبسيطة بتاع أجدادنا. ده بتاع أمي بقى وبتاع الناس القديمة. خلاص. هنا طبعا انا هنا هعمل 5 كيلو، مش هعمل بقى، يعني هعمل كمية بالنسبة ليا ولولادي تعتبر كتيرة، مش كيلو ولا حاجة. الخمسة بياخدوا يا جماعة 2 كيلو ونص سمنة، وبتحطي ربع كيلو سمنة. انا عاملاها بسمنة نباتي، وحطيت ربع بلدي وربع كوباية زيت. بصوا خطير. انا عايزاكي تجربي بطريقتي. طبعا نزلت السمنه هنا على النار، وحطيت هنا يا تعجني عجينه صغنونه كده، يا تحطي بطاطسيه صغيره. ما بتغيرش طعم السمنه ولا بتعمل لك اي حاجه، يعني ما تقوليش هتغير لي، لا ما بتغيرش، ولا السمنه بيبقى فيها اي حاجه في ريحتها. وبتقومي جايه هنا بقى تحطي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. طبعا انا هعمل بالعجوه وهعمل بالملبن والمكسرات يعني. طبعا هنا هتبقى تحطي السمنه على النار، وتحطي حته البطاطايه. ساعه ما البطاطايه تطلع فوق وتبتدي تصفر تقفلي عشان السمنه ما تغمقلكيش القرص او الكحك بتاعك. انا عاملاه هنا كحك ناعم، ينفع قرص، ينفع قراقيش، ينفع لجميع الاغراض. طبعا جبت هنا نص كيلو ملبن، جبت معلقتين سمنه بلدي، وقمت جايه هنا جايبه عليهم معلقتين سمسم وعاملاهم على النار. ما بداوا يصفروا نزلت عليهم بالملبق، تديهم تشويحه حلوه كده على النار، يعني مجرد دقيقتين، وتنزلي عليهم بالمكسرات تلفيها فيهم وتشيلي عشان الملبن ما يشدش منك في الكحكايه. يعني خدي بالك ان انت لسه الكحك هيدخل الفرن وهيستوي، عشان ما يبقاش ناشف كده وبيشد. اعملي بطريقتي دي جميله. في ناس عملته بالعسل الابيض بس ما عجبنيش. كنت هنا فرمه بقى العجوه على ايديا، ما عملتهاش في مفرمه ولا اي حاجه. وجبت سمنه بلدي برضو 3 معالق سيحتهم، وقمت جايبه برضو سمسم محمره فيهم ونازله عليهم على العجوه، وخليتها شربت من السمن. هنا طبعا السمنه بقى رفعتها من على النار لما استوت خالص، وسبتها قيمة 10 دقايق لما هدت، وتنزلي عليها بالسمسم. العاملة دي جميلة جميلة جميلة. السمسم لون واحد كله، لا واحدة فاتحة ولا واحدة عاملة، بس ساعة ما تطلع من يعني بعد ما تشيلها من على النار ب10 دقايق، اوعي بعد النار على طول تغمقلك السمسم على طول. وهنا كنت غالية اللبن بقى، تقومي واخدة العاملة دي بقى تخلولك بلدي. بصي، مش ساعات بيقولك اعملي السمنه النباتي بلدي، بنغلي اللبن ونحطه على السمنه، ده بيطلعه لنا سمنه بلدي خالص. اهي نفس العامله دي، يعني جربي بطريقتي كده. ولا الكحك بتاعك يليط في البق، ولا يبقى احلى من بتاع بره طبعا. هنا طبعا بتديه مغرفتين كده، وهي السمنه بتبتدي بقى كل البخار اللي انت كنت شايفاه ده خلاص بقى اتبخر، وبدات تبقى سمنه بلدي خالص. هنا جبت انا بقول لك هنا انا بالويم كده قلت ربع كيلو. ربع كيلو يعني الكيلو الدقيق بياخد 550 جرام. ما تزوديش 600 هيبقى ناعم قوي، ولو كمية كبيرة مش هيعيش معاكي، لكن 550 ده معقول، وبتبقى الكحكاية ماسكة نفسها وجميلة. هنا طبعا بقى، والخميرة البيرة يا جماعة احلى من البيكنج باودر. البيكنج باودر لو انت هتعملي كيلو اوعي تضيفي البيكنج باودر، هقولك لانه ما بيطول، يعني عمره مش طويل مع الكحك. لو الكحك هيقعد معاكي اسبوع او اسبوعين هيبوظهولك. والخميره الفوريه برضو. لكن احنا هنا هنعمل بقى ايه بالخميره البيره اللي هي العاديه، وتاخدي مثلا هقولك زي عقلتين من الصباع كده لل5 كيلو. خلاص قسيهم على صباع ايدك. دي بقى ريحه الكحك انا بموت فيها. عايزه تعمليه بفانيليا اعملي، عايزه تعمليه بتاع ده بشمر، تبع راحتك الريحه دي. بس انا بحبه هنا من ايام امي وكده، احنا بنعمله بريحه الكحك. والله العظيم طالع جميل. انا اول مره يعني بوديه الفرن، بتاع الفرن قال لي خطير وريحته جميله جميله، قال لي والله زي اللي احنا بنعمله، ويمكن احسن عشان الريحه بتاعته مخدومه، يعني انتي مكلفاه.
هنا طبعا السمنه بقى ما نحطها سخنه قوي اللي هي المولعه، لا ايدك تقدري زي ما انت شايفاني كده، تقدري ايدك تقلبي فيها وتحطي السمنه حبه حبه وبسسي بقى، بسس يا معلم بقى. دوقي كحكي نودي بقى وقولي لي ايه رايك، اللي فاتها كحكي هتندم والله. فهنا طبعا ببتدي احط حبه حبه ولغايه ما تسقي الدقيق منه يبقى زي الرمل كده، كل الدقيق ما عادش باين، شرب من السمنه زي ما انت شايفه كده. تبتدي تحطي ايه اللي وراه على طول، يعني ما تحطيش السمنه مره واحده، عشان التبسيس ده اللي هيطلعه لك مخروش وهيطلعه مقرمش على ما انه ناعم، بس هيبقى فيه خروشه جميله. ابتدي بقى حطي حبه حبه كده. خلصت اهو. شايفه بقى السمسم لونه ذهبي وجميل، مع الفرن كمان هيديك اللون الجميل بقى. ولا في واحده طالعه غامقه، في ناس بتجيبه جاهز بس انا ما بحبوش، يعني احنا بنعمله كده. جربي العملة دي، ولا هتلاقيها بقى حد عملها في قناة تانية. انا طريقتي ده هقولك احكي على طريقة امي وستي وكده. وده احنا بنعمله بالطريقة دي وبيطلع جميل تحفة. وابتدي بقى خلاص بعد ما بسست وشرب اللبن كله، شرب السمنه، تبتدي تحطي بقى. هنا انا كنت مختبره الخميره في نص معلقه سكر. انا نسيت اقول لكم ان الدقيق انا حطيت عليه 3 معالق سكر ال5 كيلو، ونص معلقه ملح عشان ما يبقاش محدق منك، عشان تظبط الطعم بس. وهنا ابتدي بقى الخميره وزعيها بقى بعد التبسيس وكله زي ما انت شايفاني كده. تبتدي تسقي بقى العجين كله منها زي ما انت شايفه كده انا بعمل ايه. وابتدي ايه، انا عايزه العجينه دافيه في ايدي. بصي بدات اشرب العجينه كلها من الخميره، وبدات بقى انزل باللبن مغرفه مغرفه. هقول لك هم خدوا كام بالظبط لبن. ال5 كيلو خدوا كيلو ونص لبن حليب يعني، فلاحي. وخدهم اديتهم نص كوبايه ميه دافيه بس. يعني اعرفي المقادير كده، ربع كيلو ربع كوباية زيت، عشان تديله خروشه وقرمشه وتحمر لك لونه كده ما يبقاش مبيض. وتحطي الكيلو بياخد 550 جرام سمنه. 600 لو انت عايزاه ناعم دايب بقى، ده كان دايب بس ماسك نفسه. لو انت عايزاه زي بطريقتي ده وماسك نفسه كده وجميل وناعم، 550 حلو قوي. ببتدي هنا اشوف لو هو عايز سوايل. هنا كان عايز سوايل، جيت اعمله بالمنقاش نتش مني، فانا رجعت حطيته بقى وحطيت لبن برضو ورجعت حطيت ميه. يعني ما تيجي تنقشيه كده تلاقيه نتش في المنقاش كده وكده، يبقى هو عايز لسه ايه سوايل. في الوقت ده بقى كانوا ولادي مبسوطين والله العظيم، الفرحه اللي في عينهم دي كنت تعبانه بس حاسه ان انا مبسوطه بانبساطهم يعني. هنا بدات بقى هم كوروا لي العجوه وكوروا الملبن. وبدات هنا ايه، مش عارفه الكاميرا كان ابني اللي بيصورني مش عارف يجيبني. بتفردي الكوره بتاعت العجوه كده عشان تلميها حوالين القرصه، تبقى يعني القرصه كلها مليانه عجوه. وابتدي اهو زي ما انا بينت ايديا شويه، تلمي كده وتيجي على الجنب اللي انت لميته فيه يبقى ده تحت واللي من فوق، عشان ما تفتحش منك ولا العجوه تبان ولا اي حاجه. والله العظيم ما غبتش فيهم، وكان قرفتهم بصراحة سهلة وبسيطة وطريقته بصوا من الحاجة اللي ما بتعملهاش حساب دي بتطلع احسن من اللي انت بتقعدي تحسبي لها دي. ببتدي بوريكي المنقشه اهوت انا بنقش. هنا بقى اللي عملته بعجوه حطيت بالملبن، بقيت احط وبوريك انا بنقش ازاي يعني. جيت اجرب اللي هو البصامه بتاعه الكحك دي، ما عجبتنيش، عملت كام واحده كده بس ما طالعين يعني النقشه القديمه برضو من فات قديم وتاه يعني. النقشه بتاعتنا اجمل طبعا واحسن. خلاص لو وصلتي معايا اللي هنا حطي لي لايك للفيديو، واكتبي لي كومنت بقى يشجعني كده. وبصوا كميه كانت جميله جميله، وشايفين شكله يغني عن الكلام عنه، وهوريكم التسويه كمان. ده اللي بالبصمه بقى، انا منه طلع ساده وما عملتوش بملبن، فانا حبيته اعمله مختلف لان ولادي هيفضلوا يكسروا فيه. فانا قلت ايه الله الغني بقى، يعني اغني نفسي عن الفرفته والبوظان والكلام ده. هنا ابني بيعمل لكم كده يعني جميل، فرحان فرحان مبسوط. شايفين بقى كنت خلاص جبته بقى من الفرن. والله العظيم بتاع الفرن بيقول لي تسلم ايدك، شكله وريحته جميله ومخروش كده بقى يكسر يعني بيكسر فيه وبيشوفه. شايفين اللي بالبصمه مش عاجبني قوي، لكن القرص شايفين السمسم لونه حتى فيه لونه جميل ولا حروق ولا اي حاجه، اداكل وريحته بقى تحفه 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 وطعمه اجمل. نفسي والله ادوقه لكم بجد بجد، نفسي تدوقوه. وشايفين الخمر مظبوط، ولا بيكنج باودر ولا اي